وكان فيه من الأطروحات طبعا الإخوان المسلمين، وكانوا موجودين في المعاهد والكليات، وكان الأساتذة يدعون لهذا يعني. وانتميت إلى الإخوان فترة؟ أنا انتميت في الكلية إلى الإخوان، يمكن أول الكلية 3 سنوات أو 4 سنوات إلى فكر الإخوان المسلمين. انتميت في الكلية إلى الإخوان، يمكن أول الكلية 3 سنوات أو 4 سنوات إلى فكر الإخوان المسلمين. طيب الآن حسب تجربتك أنت يعني تعرف أنه كان في فترة من الفترات المملكة العربية السعودية تبنت يعني بعض المنتمين إلى الإخوان المسلمين بعد هروبهم طبعا من مصر، وصلوا إلى مناطق حساسة في التعليم. يعني هل بعد هذه التجربة الآن كيف ممكن أن نحكم على يعني هذا الموضوع؟ يعني هل تعتقد أنه كان إيجابي في وقتها التعامل مع الإخوان؟ أنا أقول بصراحة في برنامجك ويسمع لي الملايين أن موقف الملك فيصل كان إيجابي، وكان هذا موقف رجولي وموقف إسلامي، لأنه ناس يعذبون من الدعاة المسلمين بغض النظر عن اختلافنا عليهم، من حكومة تسجنهم وتضغط عليهم وتحاسبهم، فالملك واستنقذهم الملك فيصل، وهو الذي شفع في كثير منهم حتى في سيد قطب، وموقفه معروف مع العلماء، فأتى بهم في تلك المرحلة على هذا الموقف يشكر، وهو موقف إيجابي تاريخي. لكن المناقشة فيما بعد مثلا يأتون إلى بلد المملكة العربية السعودية بلد شريعة، يختلف عن بلد مصر مثلا، قد يحكم بالشريعة أو قد يحكم ببعض الشريعة، فما أخذ صناع القرار الآن أن نحن احتضنا مثلا هؤلاء الأساتذة ورحبنا بهم، ثم يأتون إلى شبابنا فيحرضونهم علينا، وهذه مسألة تناقش. وأنا أقول دائما أن علينا أن نتعامل مع المملكة العربية السعودية على أنها غير الدول الأخرى، بغض النظر مع احترامي طبعا أن الدول الإسلامية ترفع راية الإسلام، والناس تقول نحكم بالشريعة ونحن لسنا كاملين، فينبغي أن أبنائنا تربوهم على أن هذا البلد وهذا الوطن أنه بلد دين ليس يخرج عليه. فأنا جلست مع الإخوان 4 سنوات. حسن البنا ترى اختلفنا مع الأطروحات، اتفقنا مع الإخوان من أئمة هذا العصر صدقا وإخلاصا بسبب صدقه مع الله سبحانه، حتى تجد بن باز يثني عليه، بن إبراهيم، الألباني، يختلفون مع الجماعة في أطروحاتها فيما جدت في مصر، لكن يتفقون على إمامة هذا الرجل وأنه فريد من الأئمة بسبب الصدق مع الواحد الأحد. بل يقول لأحد المشايخ حيل هنيد يقول إنه درس على، يقول إنه يقول حتى ما نقل عن أحد الأئمة يقول حتى المبتدع إذا كان صادق يبقى له أثر. المبتدعة إذا كانوا مخلصين وصادقين مع العلم بدعته، بينما السني إذا عاد في مراي يبيد الله سبحانه وتعالى أثره. نسأل الله العافية الذي جعل الصدق هو الطريق إليه. شوقتنا عن سيد قطب، فأذكر لنا من أخباره رحم الله سيد وجمعنا وإياه وابن تيمية. إن سيد قطب ترى فيه نسب عالية من ابن تيمية، كان يحمل روح الاستقلال والشجاعة الفكرية، فلذلك ذهب إلى الله عز وجل لكن خاتمة كانت جميلة جد جميلة، حتى كان يتبسم على المشنقة. وأنا قد كررت أبيات شاعر مصر وهو يحييه ويحيي تبسم ويقول يا شهيدا رفع الله به جبهة الحق على طول المدى، سوف تبقى في الحنايا علما قائدا للجيل رمزا للفدا، ما بكينا أنت قد علمتنا بسمة المؤمن في وجه الردى. خلال مسيرتك العلمية قرأت تفسير ظلال القرآن لسيد قطب، وتعرف أنه سيد قطب إخواني. هل تأثرت بالأخوان؟ هل تنفي تهمة أنك إخواني؟ هل مريت بالتجربة وابتعدت عنها لاحقا؟ أولا أنا من هذا المكان لست إخواني ولا منتوي للأخوان، ومن يدعي ذلك فأنا وياه للشريعة والقضاء والعدالة، لأنه لا يجوز أن الإنسان تتهمه مهما كان، ولو كان الإنسان في الإخوان كان من الشجاعة أن يقول كذا. ما هو معقول أن الإنسان ينتمي إلى جماعة ومعنى دولة. أصلا الدولة تدري وش عشان أنا وياك البارح، أنه مثلا أني أنا منتمي الآن ثم أنكر لأن جت موجة ضد الإخوان أنكر، فهذا ليس بصحيح. أنا أمامي من يقول أنه هذا، أنا مستعد من هذا البرنامج أذهب دولة الشريعة إلى القاضي وأتحاكم أنا وياه ويثبت أنني منهم. فأنا طبعا أقول ليس عندنا إلا دولة واحدة.
زمان واحنا صغار في الاخوان المسلمين، يعني اذكر وانا في ثالثه ثانوي مثلا، كنا حضرتك كنت في الاخوان المسلمين من وانت سنك قد ايه؟ من وانا في اولى ثانوي. طب جميل، اتفضل. كنا بنتعلم حاجه مهمه جدا، ان الاخوان المسلمين هي جماعه من المسلمين وليست جماعه المسلمين. وليست جماعه المسلمين. اذا جماعه الاخوان المسلمين لا يتعلق بها المشروع الاسلامي، لأن جماعة الإخوان المسلمين أو حزب النور أو الدعوة السلفية نحن كأشخاص يمكن أن نفشل، لكن لا نعلق فشلنا بفشل المشروع الإسلامي، أو ليس معنى فشلنا كأشخاص أو كهيئة أو كحزب أن المشروع الإسلامي فشل. لا، هذا من الخطأ بمكان. أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم، أنا لست عضوا في جماعة الإخوان المسلمين، ومحدش في الدنيا مصدق الكلام ده. أحلف لكم بالطلاق لو الزمن رجع بينا ورا لا يمكن أقف جنب الإخوان. لا يمكن تقف جنب الإخوان؟ مش عشان هم إرهابيين ولا بتوع دم، لا، عشان هم ما بيعرفوش يشتغلوا، وعشان هم ما بيعرفوش يعملوا الحاجة الصح.